يلا بينا اقول لكم بعد ما الاكونت بتاعت هاكر عملت ايه. عملت برجر فراخ تحفه، احلى ساندوتش برجر ممكن تاكلوه. هنزل لكم الطريقه دلوقتي بالتفصيل، بس عايزه اوضح لكم حاجه. زمان انا كنت شخص بينهار جدا 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 جدا، وكنت كل حاجه بتكبر مني قوي. طبعا ده مش معناه ان انا دلوقتي مش بزعل، انا بزعل جدا وبدي كل حاجه حقها. الفرق بيني دلوقتي وبين قبل كده ان انا بقيت بدي كل حاجه حقها. الاول كنت بنهار جدا لاتفه الاسباب، دلوقتي بقى عندي يقين وايمان ان ربنا دايما مرتب كل حاجه عشاني. لما يكون عندك ايمان ان ربنا مرتب كل حاجه عشانك هتاخد الامور ببساطه. زمان كنت بستغرب لو حد من اعرفه عنده طفل توفى، او عنده حد عزيز عليه توفى، ازاي عنده الصبر ده؟ اكتشفت ان ربنا دايما بيبعت لك الابتلاء ومعاه الصبر. فبقيت دايما لما بتحصل لي حاجه بزعل في وقتها، في ساعتها بزعل، بس في ساعتها بديها حقها وبخلص كل الزعل عشان ما افتكرهاش تاني. وهي دي نصيحه اللي انا حابه اقولها لاي حد في موقفي او في اي موقف مشابه. ادي كل حاجه حقها، وقوم بسرعه واستعيد نشاطك، وافتكر ان انت لسه وراك مشن محتاجه تخلص. زعلك مش هيوقف الدنيا، زعلك الدنيا هتستمر بعده وانت هتفضل في مكانك. الشطاره ان انت تقوم بعد الموقف اللي انت فيه اقوى بكتير جدا. مش هقول ان انا ما انهارتش، انا انهارت وعيطت وخدت وقتي كامل في الزعل، بس انتوا كمان ساعدتوني ان انا اتخلص من الزعل ده. شكرا جدا ليكم. شكرا ان في ناس كتير قوي 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 وقفت جنبي. شكرا ان في ناس كتير ما خذلتنيش. وعشان كده جايبه لكم النهارده احلى ساندوتش برجر ممكن تاكلوه. بقول انه دايما احنا اللي بنصنع الاشياء، ودايما الحاجات اللي ليها قيمه هي اللي بتستمر. الحاجات اللي ملهاش قيمه بتفرقع في وقت ما وبعد كده بتختفي. وان شاء الله ربنا ما يجعلناش ابدا من الناس اللي بتفرقع في وقت ونختفي، ويجعل دايما عملنا عمل صالح باقي لينا حتى بعد وفاتنا، مش بس بعد ما اكونتاتنا تتسرق، لا كمان بعد وفاتنا. ده مهم جدا، ويبقى العمل الصالح ويبقى الاثر. شكرا لكم.